السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بص السمك وجماله، مين فينا ما يحبش السمك والبلط المقلي الجميل ده، مقرمش من بره وطري من جوه وحاجه زي العسل كده، مستوي زي العسل كده. يلا اقول لكم بالطريقه عملناها ازاي، بطريقه سهله جدا 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 وبسيطه خالص خالص. اول حاجه هنصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام، هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. انا جبت السمك كده وغسلته زي ما انتوا كده شايفينه، قشطه كده من جوه، نضيف زي الفل. بجيب فرشه كده يا بنات وبغسله من جوه، بيبقى ابيض زي العسل، وبحوش اللي هو اللي بتبقى في السلسله دي كده من جوه، الدم ده كده اللي من جوه بكحته بالفرشه كويس خالص، وبعد كده بنقعه بميه وملح وليمون، ولو عندك طحينه يكون احسن، ما فيش اي زفاره، ونقطه خل واحده بس، ما تكتريش الخل عشان السمك ما يتهريش. بعد كده هنجيب التتبيله بتاعته، توم، كمون، ليمون، ملح، كزبره ناشفه، بابريكا، قرن فلفل حراق، قرن فلفل بارد، زي ما تحبي التتبيله دي، زي ما تحبي في الفلفل. كله ده كده انا تعملوهم في الكبه يدقوهم في الهون، انا كله ده هاخده هدقه في الهون، دقيتهم في الهون كده عشان اللي ما عندوش كبه. وبعد كده هنجيب السمك نتبله. بس لو وصلنا لحد هنا كده يا بنات بالله عليكم ما تنسوناش بلايك واشتراك، عشان اللايك بيرفع الفيديو، عشان القناه كده تكبر بيكم. بعد كده يا بنات انا بدي السمكايه لو صغيره كده وسط زي دي كده، انا بحب السمك الوسط يا بنات، بيبقى مسكر وحلو. السمكه الكبيره كده بتبقى متفله وبتبقى مش مسكره خالص، وده اذواق برضو، كل واحد على حسب اكله برضو. بعد كده بشقها كده حته نصين كده او 3 على حسب السمكه، لو كبيره شويه بديها 3 فتحات فيها كده في الجنب، من الجنب ده والجنب ده كده، وبتبلها كده من بره ومن جوه عشان تبقى حقه وزي العسل كده، زيكم كده، بتبقى زي السكر كده ما شاء الله يعني. زي ما انتوا كنتوا شايفين بنتبلها من بره ومن جوه ونسيبها. وبعد كده هنقول لكم هنعمل ايه بعد ما نتبل السمك ده كله كده. نسيبه كده لمدة نص ساعة، ساعة، زي ما على حسب الوقت بتاعك. احنا هنسيبه كده لحد ما نعمل الرز الصيادية او الرز الاحمر، هنعمله بطريقه جميله جدا جدا، مفلفل كده وزي العسل. انا حطيت الحله على النار وحطيت فيها الماده الدهنيه اللي هو الزيت يعني، وبعد كده هنزل ببصلتين متوسطين بصل ابيض، خرطهم برضو على ايدي يا بنات. كل النهارده الحاجه عاملاها يدوي، مدخلاش فيها اي حاجه كهربائيه خالص، عشان اللي ما عندوش الحاجه دي او النور قاطع. هنقلب في البصليه كده زي ما انتوا كده شايفين لحد ما تدينا اللون الذهبي، اللون الذهبي الحلو كده، مش اللون الذهبي الغامق قوي، عشان البصله لما بتزودي عليها وتقرصي عليها في التسويه بتمرر وبتخلي الرز يمرر معاكي. طبعا وانا بسوي في البصله كده بغسل الرز وبحطه في المصفى يصفى يا بنات، هيصفي كل الميه اللي فيه، وبنزل بيه على البصلايه كده واقلب فيه، لان بسيبها زي ما انتوا كده شايفين، بسيبها يعني بتبقى صفرة شويه. بعد كده بقلب في الرز كده يا بنات زي ما انتوا كده شايفين، بفضل حمص فيه كده، اقلب فيه يا بنات كده زي ما انتوا كده شايفين، وهنزل عليه بملح ابيض ومعلقه فلفل اسمر. بتديه الفلفل الاسمر بيدي الرز ده طعم وريحه ما اقولكوش. ببقى حاطه الميه جنبي يا بنات تغلي على النار او في الكاتل زي ما تحبي، بنزل بالميه المغليه على الرز واغطيه كده وهدي على النار. هيوريكم الرز هيبقى مفلفل ازاي، وزي ما يكون لسه ما استواش، مفرفط كده وجميل وزي العسل. انا بهرت، جبت الدقيق كده اللي هتبل بيه السمك، وانا حاطاه كده في صينيه، او ممكن تحطيه في كيس زي ما تحبي. نزلت عليه معلقه كمون، ربع معلقه ملح، معلقه كركم او كاري الموجود في البيت، وقلبت كده الدقيق وتبلت السمك بالدقيق كده زي ما انتوا كده شايفين، وانفضه كده من الدقيق عشان ما يحرقش الزيت معايا، وبننزل فيه كده بالزيت يا بنات. لو لقيتي فيه اي حاجه نازله في الزيت وانت بتقلي السمك، ممكن بمصفى كده صغيره او معلقه تطلع الشوائب دي كلها من الزيت عشان الزيت ما يتحرقش منك. زي ما انتوا كده شايفين بحط في السمك على نار وسط كده الاول، عشان السمك ما يبقاش مستوي من بره وني من جوه.
لحد كده ما يستوي كده. برفع النار تدريجا واحده واحده كده، مش قوي، لحد السمك ما ياخد اللون الجميل ده زي ما انتوا كده شايفينه. شايفين الرز مفرفط ومستوي ازاي يا بنات، ولا معجن ولا اي حاجه. واديكم شايفين السمك طالع بشكله بسم الله ما شاء الله. شايف الشكل الجميل ازاي، والرز طالع كده مفرفط، ولا معجن ولا مكلكع ولا اي حاجه فيه، ولا ممرر حاجه كده. والله العظيم تاخد العجل كده، حاجه جميله جدا جدا. يا رب يعجبكم الفيديو، وما تنسوناش بلايك واشتراك، والسلام عليكم.